كتب المدعو هشام كردستاني أحد القناديل، أحد أنصار قسد: انتحاري حلب كان سيفجر نفسه في كنيسة، الله ستر وإجت في الأمن الحمد لله. إخوتنا النصارى، آن أوان انضمامكم إلى حلف الأقليات، ركزوا لي، إلى حلف الأقليات من أجل سوريا لا مركزية أو التقسيم. حتى تكونوا في أمان يجب أن تطالبوا بفيدرالية طائفية. أول مرة أسمع فيدرالية طائفية. وبعدين النصارى أو المسيحيين ما لهم طائفة يا حمار، بس قسدي يعني أن الدين، المسيحية هي دين وليس طائفة. أو تفكيك سوريا دويلة مسيحية. سوريا دولة وستبقى دولة إلى قيام الساعة، يا من ستبقون بلا دولة إلى قيام الساعة. يا عزيزي هشام كردستاني، أنت وكل القسديين وكل القناديل، الفرق بينك وبين المسيحي أنه المسيحي ابن بلد يشعر بالانتماء لهالوطن. أنت بحياتك ما شعرت بالانتماء للوطن، مو لأنه الوطن ما بده إياك أو أبناء هالوطن حسسوك أنه أنت مواطن درجة ثانية أو أنت مانك ابن هالبلد. أنت مزروع فيك هذا الشعور. شي بتقول أنا ابن كردستان، شي أنا ابن غرب كردستان، شي ابن روج خرا، شي ابن روج آفا، شي ابن كردستان الكبرى، مانك عرفان أنت ابن مين. فهذا الفرق بينك وبين المسيحي. أما المسيحي إنسان وطني، ابن هالبلد، أصله من هالبلد، عاش بهالبلد وراح يموت بهالبلد، مثله مثل أي مواطن سوري. هو مقتنع داخليا وضمنيا أنه ابن سوريا وابن هالبلد، وما حدا أحسن منه بهالبلد، ولا حدا له أكثر من المسيحي بهالبلد، مثله مثل أي إنسان ثاني. أما أنت عقدة النقص عندك راح تظل مرافقتك إلى إلى الأزل وإلى أبد الآبدين. مو لأنه الشعب محسسك أنه أنت ناقص وأنت ناقص وأنت وأمثالك، ولا لأنه البلد حارمتك من شيء، بس أنت لأنه ما عندك انتماء لهالبلد، لأنه ما عندك حب لهالبلد، لأنه ما عندك وطنية. أنت لأنه قوميتك هي اللي طاغية عليك، وحقدك وسوادك هو اللي مغطي على عيونك وعامل سواد أمامك. فلهالسبب راح تظل ناقص، وراح تظل تشعر بعقدة النقص، وراح تظل بلا بلد. وأنا أوعدك، ووعد حسين حاج حسين مثل وعد بالفور، ما راح يصير لك دولة بحياتك، ما راح يصير لك دولة، لأنه ما أنت بني آدم.